السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بعمل فيديو عنوانه كده بمختصر المفيد، إن أنا هقول اللي محدش يقدر يقوله في الإعلام، ولا لعيبة ولا إعلاميين ولا صحفيين ولا يوتيوبرز. أنا هكشف حقيقة بكل وضوح وبما يرضي الله وبالأمانة من وجهة نظري كعم حسن، دون ضغط أو طرح رأي من أي شخص. طيب، طولت عليكم وأنا آسف. ليه الهوجة الشنعاء يا جدع؟ اصل الكلام كتير قوي قوي في دماغي، فتلاقوني هتلخبط كتير. ليه الهوجة الشنعاء اللي معمولة من الزمالك، سواء مجلس إدارة أو لعيبة أو أجهزة فنية أو قدامى لاعبي الزمالك أو حرامية موبايل؟ لا، حرامية موبايلات ما ربنا يستر علينا، او صحافه او اعلاميين او سوشيال ميديا. ده حتى الواد العبيط ابو حاجب مقطوع ده اللي هو فاكر نفسه مصطفى قمر قلب فجاه كده. ليه؟ ايه السبب؟ حد عنده سبب منطقي؟ انا عندي اسباب كتير قوي. بيطلع علينا مثلا مع ابراهيم فايق واحد زي ابراهيم عبد الله، اللي هو مش عارف، عضو مجلس اداره سابق ومستشار الاستثمار في البتنجان في نادي الزمالك. يطلع يقول لك احنا كسبنا الدوري بالضغط على الحكام، والسنه اللي خدنا فيها الدوري اما كان حسين لبيب رئيس لجنه كان برضو بالضغط على الحكام وبالتاثير على السوشيال ميديا واللي. يعني طب هل في عاقل رشيد يقتنع بان في واحد يعترف؟ يعني انتم طول عمركم بتدعوا المظلوميه وتقولوا احنا مقهورين والاهلي نادي الدوله واللي تطلع مره واحده كده وتعترف دون ضغط ان انت خدت دوريين دون حق؟ ليها خلفيه تانية ابعد واوسع واشمل واعم. طيب، يجي برضو ابراهيم فايق. انا مش عارف، انا بقيت احب ابراهيم فايق ده رغم ان يعني صدق نواياه فيها شكوك شويه، ولكن هي بتاتي الرياح معاه بما لا تشتهي السفن. مستضيف صلى الله، مش قادر انسى الحلقه دي. مستضيف وليد سليمان وسيد عبد الحفيظ طبعا، وعلى الجانب الاخر مستضيف طارق السيد واحمد الخضري. دول اهلاويه ودول زملكاويه، فبيتكلموا عمالين بقى الاتنين الزملكاويه يهجموا على امام عاشور ويقولوا ازاي وتسمحوا له يعمل ومش عارف ايه، وازاي ما يكملش عقوبته اللي هي حضرتك العقوبه. يقول لك ايوه في مليون جنيه غرامه واسبوع ايقاف. قالوا له طب المليون جنيه غرامه ده طلع في البيان بتاع الاهلي، الاسبوع الايقاف ده بتاع ايه؟ يقول لهم كل دي انت ما تعرفش ان في اسبوع ايقاف، وانت ما تعرفش ان في اسبوع ايقاف. ما وقفوش ليه؟ انت مال والدة حضرتك؟ هو مين اللي طلع العقوبة؟ النادي الاهلي. على مين؟ على لاعب في فرقتها. شالت المليون جنيه وشالت الاسبوع. انت مال والدة حضرتك؟ شوف بقى، انا مش بقول زي مرتضى منصور، مش بقول لك وانت مال امك، لا، انت مال والدة حضرتك. احنا احرار، مالكش دعوة. طلعوا يقولوا ان امام عاشور تعدى بالضرب على على محمد الشناوي. طب بالعقل وبالبديهة، يعني مش هنكدبكم يا ولاد، ماشي. امام عاشور قد ايه ومحمد الشناوي بسم الله ما شاء الله قد ايه؟ ده كف محمد الشناوي لو عملوا على صدر امام عاشور، انا بجاريكم في الهبل والهطل اللي انتوا بتقولوه فبطلع لكم مبررات. كفه يداري صدر امام عاشور بوشه. يعني ازاي هتيجي الجرأة لامام عاشور انه يعمل كده؟ مستندين في ده الى التعدي اللي حصل في الملعب على وليد سليمان من امام عاشور لما كان في الزريبه. يعني اقصد لما كان في الزمالك، معلش يا جماعه، بس كلمه الزريبه دارجه فخلاص بقت بسمعها انا من ناس كتير عليكم فبقيتوا زريبه رسم. مستندين لده. لا، ده لما كان في الزمالك
انه شتم عيله صالح سليم وعيله الاهلي لما كان في الزمالك، كان قليل الادب. جايبين صوره ليه وهو بيدي التحيه للمرحوم ده لما جاب هدف، وبيدي التحيه للمرحوم نوع من انواع الاحتفالات بس، لكن ليس احتراما ولا تقديرا ولا اي حاجه. ليه؟ لان اصلا انتوا ما عندكوش حاجه اسمها احترام ولا تقدير ولا اي حاجه عندكم. طيب خلينا عشان ما نطرش بس. طارق السيد كان مصطبح او رافع له بقين او حاجه او حبيتين، فبيقول لك ازاي احنا عندنا القوانين واللوائح، احنا عندنا عبد الواحد السيد طبق عقوبه وغرامه على الثلاثه اللي عملوا المشكله في الامارات. الله، الثلاثه اللي هم مين بقى؟ طب عبد الواحد السيد عمل كده، برافو عبد الواحد السيد. طبقت عقوبه على مين؟ طبق عقوبه على مصطفى شلبي وعلى الولا دونجا، وطبق عقوبه على نفسه. ده راجل فير. تعالى يا عبد الواحد السيد، هو قاعد قدام المرايه، انت بتعمل ايه يا ابو واحد؟ بكلمني، بحاسبني وبعاقبني وهطبق عقوبه عليا، انا ما اسكتش لنفسي ابدا. ايه يا عم انت فيه؟ ايه هو إيه الهلاوس اشتغلت ولا ايه؟ سيبكم بقى من كل ده. ليه بقى الزمالك قايم حملة جبارة شرسة مهولة مغولة مفترية على النادي الأهلي؟ لعدة أسباب. أولها إنه خلاص يأس تماما الزمالك بكل سلطاته ببابا غنوجه، بكل الحاشية بتاعته اللي ملهاش أي 30 لازمة. يأسوا تماما في إيقاف قطار النادي الأهلي في النجاحات والكسر الارقام القياسيه بتاعه النادي الاهلي، لان الاهلي بيغرد منفردا ده لوحده ملوش دعوه. فيعملوا ايه؟ يهاجموا بكل، يلا كله يهجم على امام عاشور ادي، كله يهجم على سيد عبد الحفيظ ادي، كله مش عارف. طبعا امام عاشور زي ما انا عارف، ما انتوا عارفين انا مسميه ايه؟ امام الخبور، لانه خبور من الحديد او خابور من النحاس، عشان النحاس بياخد درجة حرارة اكتر من الحديد. خابور من النحاس متأجج محمر كده، ودخل طلع من دماغهم. فكل حاجة امام عاشور امام عاشور امام عاشور. وبرضو احنا مش هنريحكم. امام عاشور قليل الادب ده لينا، مؤدب برضو لينا، ابننا. هو دلوقتي ابننا بيرتدي تيشيرت الاهلي، فهو واحنا عايزينه يعمل اللي هو عايزه، احنا موافقين، مالكوش فيه، مالكوش فيه. من فضل مامتكم امهاتكم المحترمات الفضلوات وابهاتكم المحترمين الفاضلين، مالكوش دعوه بامام عاشور. يعمل صح يعمل غلط، يضرب الفرقه كلها، يسمع كلام الفرقه كلها ويشتغل خدام ليهم، انتوا مالكوش دعوه بيه، ده بقى بتاعنا احنا، نقول اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه. خلاص خلاص. طيب ايه بقى التاني المهم؟ المهم اللي محدش هيتكلم فيه، الميزانيه بتاعت نادي الزمالك. يعني لو قعدنا بقى ما دخلناش الجماهير الاهلي والسوشيال ميديا الاهلي واعلاميين الاهلي في المتاهات بتاعت امام عاشور والغرامات والمخالفات والزعيق والبتاع هيقعدوا بقى لينا. طب ما كان في اجتماع في مجلس اداره الزمالك وبيناقشوا الميزانيه بتاعت نادي الزمالك، هيقعدوا يخربوا ويقولوا ازاي المدخلات قد كده والمخرجات والمصاريف قد كده اضعاف. الفلوس دي بتروح فين؟ ومين ودوها فين؟ واللي دخل الزمالك كام واللي خرج كام؟ يقول لك اصل احنا عندنا غرامات والفيفا والبتاع ده. محمود عبد المنعم كهربا لوحده الغرامه اللي دفعها بتاعته لوحده تحل لك 4 5 مشاكل من اللي كانوا عندك. طب الباقي راح فين؟ لما تبقى 300 مش عارف ولا 400 وكم مليون، وبعدين تلاقي المصاريف 750 مليون. ليه؟ يعني مش هنقول مثلا مثلا انا ما بتهمش حد، لكن كمثال فور اكزامبل، هل رئيس النادي بيضيع الفلوس دي في سفه؟ لا والله، والله حسين لبيب من هذا الاتهام بريء. ليه؟ الراجل بيشرب سجاير ب 25 جنيه العلبه، بيجيب بنطلوناته من الوكاله اللي هي الاصفر والاخضر والازرق دي، يعني ممكن ينزل يستقضى 6 بنطلونات الوان مختلفه، ما هيدفع له في البنطلون ايه؟ 50 جنيه. الواد اللي عند شركه الكهرباء ابو نسمه، شفتوا الفيلم بتاع جعلوني مجرما بتاع
او جعلتني مجرما بتاع احمد حلمي، ما هو بيروح يجيب من عند ابو نسمه اللي تحت الكوبري البنطلون ب 50 جنيه، يعني 6 بنطلونات بكام؟ ب 300 جنيه. لو بيشرب له خرطوشة سجاير، خرطوشتين سجاير في الاسبوع يا عم، ماشي، في 25 جنيه. طبعا لما بيشتري بالخرطوشه يروح يجيب من باب البحر بالخرطوشه، هيجيب اقل، هتقف عليه ب 20 جنيه العلبه. يعني الراجل بيصرف ايه تاني؟ اكل. بيجيب القرشانات يقعدوا معاه في المكتب ياكلوا كشري من عند ابو طارق تحت ببلاش، يعني ما بيصرفش حاجه الراجل. الجزم الكوتشي، في واد عندهم اللي هو بيطلع في البرامج مع مجدي عبد الغني حرام الموبايلات ده، بينزل يستقدروا من قدام اي جامع في كل صلاه جمعه ولا حاجه كوتشيين 3 ويروح يتقرب بيهم لرئيس النادي. يعني الدنيا، فكل الهموم والهجم والهري ده كله على الاهلي عشان يداروا على فضايحهم، يداروا على اختلاساتهم، يداروا على تجاوزاتهم، يداروا على اللعيبه الكسر اللي جابوها بملايين الجنيهات وعمولات وسمسرات وينزلوا عنها او يمشوها ويترفع عليهم قضايا ويدفعوا لهم عقودهم كامله. فاحنا كأهلاوية المفروض بالله عليكم، عم حسن بيناشدكم ويناديكم ويترجاكم من فضلكم لا تلتفتوا لأي هرتلة من أي واحد زملكاوي، بدءا من رئيس النادي أو كبير القلعة، أكبر قلعة رياضية في مصر، لأصغر فراش في أكبر قلعة رياضية في مصر، ولا سوشيال ميديا ولا إعلام ولا برامج ولا أي حاجة نهائي، ولا اي حاجه نهائي، ولا يتم استفزازكم ولا يجرجروكم ان انتوا تردوا عليهم. يا جماعه تجاهلوهم، اعتبروهم هوا. هو الهوا حد بيشوفه؟ بنحس بيه بس بنحس، لكن ولا بنشوفه ولا نقدر نعترض عليه. النهارده الدنيا زعبيب وهوا وتراب، اللهم عافينا. النهارده الدنيا سخنه والهوا سخن وعامل زي الاستشوار، يا رب ارحمنا وقنا من عذاب نار جهنم. بس ما احنا ولا ما لهمش اي تاثير ولا وقع ولا ليهم اي لازمه في الحياه. دول وجدوا ليفسدوا في الحياه، في الحياه عامه. كنت الاول بقول في الحياه الرياضيه، لا، في الحياه عامه. ليه؟ لانك في الحياه العمليه والعاديه لما بتتناقش مع جاموسه براس عجل بتتنرفز، بتتوتر. هم كلهم كده. فانت لا تجادل الغبي ولا الحمار ولا العجل، ما تجادلوش في حاجه. هو يقول اي حاجه ترد عليه تقول له ايه؟ سيكا هاي سيكا هاي، يعني انت صح انت صح. انا لما بلاقي واحد حمار غبي متخلف قدامي بيناقشني في اي حاجه ومش عارف اوصل معاه، مش هقدر اوصل للزباله اللي جوه دماغه او اقنعه، هو ربنا خلقه كده، فبقول له كلمتين فيهم الشفا: عندك حق. بس. فاي زملكاوي يا جماعه، اي واحد بيدعي انه زملكاوي هو ما يعرفش يعني ايه زملكاوي ولا يعرف يعني ايه زمالك ولا عنده اي سنس في اي نقاش، لما يقول سيبه يخلص خلاص تفضل بص اعمل له كده اهو، ايوه كده. خلص كل الكلام وانت بتعمل له كده وبتهز له دماغك. خلص كل الكلام قول له تصدق عندك حق بس، وريح دماغك وريح دماغي ونريح دماغنا كلنا ونسير في القطر بتاعنا بتاع الاهلي اللي ما بيقفش، بتاع الانتصارات مش بتاع الانكسارات، ونفضل في تقدم وفروقي وهم يفضلوا زي ما هم في ايه؟ في الخيابات والفشل والانتكاسات والاختلاسات والتشوهات وكل حاجة. وفي الاخر ما نقولش غير حاجة واحدة بس: عندك حق. ويا ريت كمان ما نقولهاش، لان دول ما يستاهلوش ان احنا نرد عليهم في اي حاجه اساسا. سلام عليكم.